كم مرة خفنا من الفشل؟ كم مرة الفشل منعنا ان احنا ناخد خطوة لقدام؟ افشل. الفشل ضروري جدا في حياتك. الفشل ضروري علشان تنجح نجاح متزن. ربنا قال إن مع العسر يسر. لو ما كانش فيه عسر ما كناش هنعرف معنى اليسر ايه، ولو ما كانش فيه فشل ما كناش هنعرف طعم النجاح ايه. في جملة حلوة قالتها جيكي رولينج: من المستحيل أن تعيش دون أن تخفق في شيء إلا إذا كنت تعيش في حذر بالغ، لدرجة أنك ربما لا تعيش على الإطلاق. كل واحد فينا عنده طموحات وأحلام وأهداف نفسه يحققها، وبيبقى خلاص على وشك إنه يبتدي ينفذ الحاجة اللي نفسه يحققها دي، لكن فجأة بيخاف ويقلق. والخوف والقلق من الفشل هو عدوك الأول لفشل دائم. واللي بيخليك تخاف وتقلق أفكارك السلبية وتساؤلاتك المخيفة لنفسك وتفكيرك دايما في الناس. هو أنا هعرف أعمل ده؟ هو الناس هتقول عليا إيه؟ هو ممكن يفكروا فيا إزاي؟ هما الناس هيتقبلوني كده؟ هو أنا هعرف أنجح زي الناس اللي نجحت دي؟ وساعتها هيحصل لك حاجة من الاتنين: يا إما هتفضل واقف مكانك والأفكار السلبية دي كلها محوطاك، يا إما هتتحدى وتقاوم الأفكار دي وتبدأ. وهنا السر إنك تبدأ وما تخافش، فالقرار قرارك. ومش معنى إن البداية كانت صعبة أو واجهتك عقبات كتيرة في بدايتك تبقى أنت كده فشلت. الفشل لما تتوقف عن محاولاتك في كل مرة بتقع فيها. الفشل لما تفقد عزيمتك وإصرارك على إنك تنجح. الفشل لما تقلل من قدراتك وتقلل من نفسك. محدش بيوصل للنجاح من غير ما يتعب ويجتهد ويستمر. في قصص كتيرة ناجحة ملهاش نهاية، الفشل فيها كان دايما جزء من تجربتهم. في ناس اختارت تكمل وتقوم، وفي ناس استسلمت من أول وقعة. وافتكر دايما إن بعد كل وقعة وعقبة ليك بتظهر قصادك فرصة تانية، وممكن تكون أفضل من الفرصة اللي قبلها. ومع كل فرصة جديدة خبرتك ومعلوماتك ووعيك بيزيد عن الأول. وافتكر إن النجاح هو إنك تعدي الفشل من غير ما تفقد الأمل. في حكمة كمان جميلة بتقول: سقوط الإنسان ليس فشلا، ولكن الفشل أن يبقى حيث سقط. إنك تفضل مكانك بعد ما وقعت، أو إنك تقوم أقوى من الأول، فده قرارك.